خلينا نتكلم بصراحة من غير ما نزعل من بعض. مفيش صداقة في الدنيا أبسط وأريح من صداقة الرجالة. الراجل ممكن ما يكلمش صاحبه سنة كاملة، سنة حرفياً، ويقابله فجأة في الشارع يقوله فينك يا حيوان. يضحكوا الاتنين وكأنهم كانوا قاعدين مع بعض امبارح، ولا حد فيهم فاتح دفتر حسابات ولا ماسك على التاني كشف حضور وغياب. مفيش انت اتغيرت، مفيش احنا بقينا مش زي زمان، مفيش جلسة تقييم أداء آخر السنة. الموضوع بسيط جدا، واقف معايا وقت الجد خلاص انت صاحبي. إنما صداقة الستات دي قصة تانية خالص. الموضوع مش بس قعدة وضحك، ده متابعة مستمرة. ردت بعد قد إيه؟ كانت أونلاين وما ردتش ليه؟ ضحكت لفلانة أكتر مني ليه؟ لبست أحلى مني ليه؟ كل حاجة فيها تحليل، وكل تحليل وراه إحساس، وكل إحساس وراه مقارنة مستخبية. الراجل لو صاحبه نجح أكتر منه هيهزر في وشه ويقوله يا عم انت بقيت نجم، ويطلب منه عزومة. الموضوع خلص. إنما في صحوبية الستات حتى لو في حب حقيقي، المقارنة بتكون في المخ من غير ما حد يعترف. الرجالة ممكن يتخانقوا خناقة تقيلة، صوت عالي وشد وجذب، وبعدها بنص ساعة قاعدين على القهوة بيتريقوا على نفس الخناقة. الستات ممكن ما تعليش صوتها خالص، تقولك ولا حاجة، وهي شايلة كل حاجة، وتفضل فاكرة تفاصيل الموقف لحد ما التاريخ نفسه ينساه. الراجل مش محتاج صاحبه يكلمه كل يوم ولا يسمع منه كلام مستمر، وجوده ثابت حتى لو مفيش كلام كتير. إنما الست محتاجة إحساس إن العلاقة متجددة، إن فيه اهتمام، إن فيه تطمين، ولو التطمين ده قل شوية تبدأ الأسئلة تزيد. الرجالة بتتصاحب على المواقف، موقف وقت أزمة يكفي سنين. الستات بتتصاحب على التفاصيل، كلمة، نظرة، إحساس. والمشاعر لما تدخل في أي علاقة بتخليها أعمق، بس أعقد برضو. فمش موضوع مين أوفى ومين أحسن، الموضوع إن صداقة الرجالة أهدى وأقل دراما، وصداقة الستات أدفى وأكتر حساسية. خليني أقولك على الخلاصة. صداقة الرجالة بتعيش من غير شحن، لكن صداقة الستات محتاجة باور بانك طول الوقت.